رجعنا لكم برضه في حلقة جديدة بنتكلم فيها إن الزمالك على مدار ال 25 من سنة 2000 ل 2025 ال 25 سنة دولت ما حققش بطولة أفريقيا. ليه؟ في عدة عوامل أو من 2002 حاجة زي كده يعني أو 2003. في عدة أسباب أو عوامل أدت لأن الزمالك ما يتطورش من نفسه ويبقى في حافز كبير ان هو يخش بين المتنافسين وبين الكبار، الاهلي والترجي وسان داونز والنجم الساحلي والفرق التقيله. بدا كيرف الزمالك من قبل 2000 بدا يقع في عده عوامل. اول حاجه ان الاهلي بدا ان هو يعمل فريق قوي، ان هو يبقى نادي القرن. تمام. بدأ الأهلي إن هو يظبط الفرقة بتاعته، اللعيبة بتاعته، إدارته، ماديات، رعاية، الكلام ده كله. إحنا الفترة ديت إن جالنا مرتضى منصور المستشار حفظا للألقاب، المستشار مرتضى منصور. الفترة ديت كان ماسك الزمالك. ففي فترة من الفترات إن آه، كان ماسك رئيس نادي الزمالك وكان على خلاف مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمصري. طبعا كان بيلعبوا، كان في مباراه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، على ما اظن ده من 20 25 سنه. وطبعا على خلاف مع بعض، حسن مصطفى ومرتضى منصور، فكانوا على خلاف مع بعض. طبعا حسن مصطفى اصدر قرار ان عدم وجود المستشار مرتضى منصور لحضور المباراه بين النهائي الاهلي والزمالك في كاس مصر. طبعا هو ما جاش، عدى 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة في المباراة، حسن مصطفى كان موجود. لقينا الزمالك كان فارق ب5 أهداف في كرة اليد عن الأهلي. جه مرتضى منصور وصل للصالة المغطاة، راح حسن مصطفى راح مشاور لمين؟ شاور للحكم انه يصفر، اتلغت المباراة واتحسبت لنادي الأهلي. طبعا سيادة المستشار كان جايب كاس من العتبة ونزل بيه تحت مع لعيبة نادي الزمالك، واحتفل مع نادي الزمالك بالكاس اللي جابه من العتبة، والأهلي طبعا خد الكاس واحتفل بالكاس. النقطة دي أنا مش بحكي القصة ديت، قصة بسيطة جدا بس ليها دلائل ومعلومات على مستوى ال 25 سنة اللي حضراتكم شايفينها. ألا وهي إن المستشار مرتضى منصور النظرة لنادي الزمالك مش هي ان نادي الزمالك ده حاجه تعتبر من العزبه بتاعته او حاجه زي كده. ده حتى ما رعاش ان هو الزمالك كاسب 5-0 ان انا اخد كاس. ليه انا هاخد الحاجه دي نفسيا، او انا عشان شخصيتي، او ان انا نرجسي، او انا اللي انا صفتي والراجل متخانق معايا لازم اجي واشيل. بيفكر بعقليه نفسي، ماليش دعوه باي حد. الموقف ده يبين لحضراتكم ان هو فعلا بيفكر في نفسه فقط، ما بصش كاس هيتحسب في تاريخ نادي الزمالك، دوري في تاريخ نادي الزمالك، اي حاجه في نادي الزمالك. نرجع مرجوعنا ان الفترات اللي فاتت وبعد ما رجع تاني بقى ومسك الزمالك، وبعد ما مشي في سنه 2020 رجع وبقياده الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ان هم بدا يحاربهم ان هم مسكوا مكانه وليه ومش عارف ايه وبتاع، ده جاي من الدوله، لا، وليه ومش عارف ايه، فبدا حرب. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 20
هل وقف القيد لنادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور بسبب وقف القيد ده ومشاكل نادي الزمالك بوقف القيد بين مرتضى منصور؟ السؤال ده يعني عليه علامات استفهام كتير كبيرة. هل المستشار مرتضى منصور ليه يد علوة ان هو يجيب الناس دي، كل لعيب ده، خالد بوطيب، اشمبونج، مش عارف مين تاني، مدرب باتشوكا ولا مش عارف ايه بتاع اللي مسك بيراميدز، مش عارف مين تاني، كل حد كان ليه فلوس على الزمالك يجيبه ويدخله. دفع الزمالك حوالي ما يقرب من 20 مليون جنيه، 30، لا يا عم، اكتر من كده، مبالغ كبيره جدا. عايزه من 100 مليون جنيه ولا 200 مليون جنيه ولا 300 مليون جنيه في الغرامات ووقف القيد وفتح القيد، غير ان هو كان مقدم بلاغات وزاره الاسكان ورئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء للارض بتاعه الزمالك بتاعه اكتوبر. هو كان السبب فيها ان هو وزاره الاسكان تسحبها. فاحنا مش بنتهم حد او بنوجه كلامنا لحد، بس بنوجه نصيحه. انت يا سياده المستشار كنت اسد بالنسبه لجماهير الزمالك، وعايزينك اسد لنادي الزمالك. ممكن انت تخدم الزمالك في الكواليس من بره، وعارف ان الجمهور هيبقى عارف كل حاجه، لكن ما تجيش انت في مشاكل وخلافات مع ممدوح عباس وحسين لبيب يبقى في تيجي على جمهور الزمالك ومشجعين نادي الزمالك. ارجو من حضرتك ان انت تراجع نفسك وتشوف الوضع الحالي ايه بالنسبه لك ونادي الزمالك. جماهير الزمالك ما بتحبش تخسر اي حد، وجماهير عاطفيه جدا، لو قدمت لها خدمه يعني بتبقى معاك كويس. فنرجو من سياده المستشار ان انت تراجع نفسك مع جماهير نادي الزمالك. الحرب اللي عملتها عليهم ما تجيش على جماهير نادي الزمالك، عشان جماهير الزمالك ما تكرهكش بعد اذنك. فخلي علاقتك، اخدم الزمالك، اخدم الزمالك. شوف انت استشارات قانونيه، حاجه، لكن انا ما اعرفش الفترات اللي فاتت هجوم على ده وهجوم على ده. يعني انت راجل يعني ما شاء الله، يعني بلغت من العمر عتيه. لازم يبقى في سنس كده حضرتك، يبقى في مرونه كده تتعامل مع الناس، خلي الناس تحبك، خلي الناس يبقى في ذكرى بعد كده ان هي تقول الراجل ده كان اسد الزمان. فرساله احنا وضحناها وبعتناها لسياده المستشار، وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.